السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات مطبخ بسيمة. لو أول مرة تشوفوها انزلوا تحت واشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل فيديوهات مطبخ بسيمة. فيديو النهاردة عن كيكة الخلاط، من أبسط وأسهل وصفات الكيك اللي ممكن تجربوها. ده غير ان هي مش مكلفة خالص وناجحة جدا جدا، وكل مكوناتها من البيت عندنا. هنحضرها في 5 دقايق بس، والنتيجة بتكون زي ما انتم ما شايفين، كيك هش ومرتفع وخفيفة جدا وطعمها روعة. قبل ما نبتدي حابة اقول ان المعيار اللي انا بعاير بيه كل المقادير مج الشاي العادي خالص بتاعنا اللي في بيوتنا كلنا، هو دوت اللي انا عملت بيه المكونات. في الخلاط بقى هنحط 3 بيضات وعليهم فانيليا وكمان كوباية سكر. مقدار السكر ده بيكون مناسب جدا للناس اللي مش بتحب السكر كتير في الكيك، انما لو بتحبي سكر ازيد ممكن تزودي ربع كوباية كمان. بتشغلي الخلاط. طبعا ما بتعمليش غلطتي ان انا سبت الخلاط مفتوح فعمال يطير يمين وشمال. بتشغلي الخلاط شوية كده صغيرين بتمزجيهم، وبعد كده بتحطي كوباية لبن وبتفتحي بقى الخلاط على أعلى سرعة، وبتفضلي تضربي كده فيه كتير جدا علشان أنا عايزة السكر كله يدوب في قلب الخليط. هحط كمان عليه كوباية زيت، ممكن تحطي نص كوباية زيت ونص كوباية سمن، مش مشكلة خالص، وهتطلع أحلى كمان وهتطلع جميلة جدا. وهتحطي كمان معلقتين كبار خل، وهتضربي بقى كل المكونات ديت جامد جدا. انا عايزه القوام كده يبقى عامل زي الكريمه الجبنه اللي في الكوبايات، خليط كريمي ناعم. هنا عندنا 3 كوبايات دقيق وعليهم معلقه كبيره بيكنج باودر ورشه ملح. هنقلب الخليط ده كله في بعضه. هنا بقى الصينيه، هحضر الصينيه اللي انا هعمل فيها مقاس 26. انت ممكن تحطيها في صينيه اكبر لو انت مش عايزاها مرتفعه قوي. هحط فيها طبعا السمن من تحت او الزبده، واقوم حاطه الدقيق عليها، بس خدي بالك لازم تنفضي الدقيق منها كويس عشان ما يبقاش كتل ويطلع في الكيك. هنحط في بوله تانية الخليط اللي احنا عملناه في الخلاط، وهنحط بقى عليه الدقيق واحده واحده سنه سنه كده. هنحطه على 3 مرات. هنا قدامك يا اما تعملي تقلبي الخليط دوت، يا اما بسباتيولا، يا اما بالمعلقه ممكن، يا اما بالمضرب اليد اللي انا اللي انا بعمل بيه ده مضرب الضغط، اي حاجه. هتعملي بقى كل المقدار دوت هتخلصيه كله. طبعا بنكون فاتحين النار اول ما نبتدي نشتغل، بتفتحي النار على درجه حراره 180 درجه. شفتوا الخليط عامل ازاي؟ بصوا شكله كريمي جدا، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. لو حسيت ان الخليط طلع معاكي تقيل شوية ممكن تزودي معلقة لبن سنة سنة، بس هو ان شاء الله هيطلع مظبوط. او تحطيها بقى في الصينية، وهتخبطي الصينية كده كام مرة، وهتعملي كمان بالستيكس كده، بس ما بتوصليش للصينية من تحت اهو. وهنحطها بقى في النار في رف وسط، طبعا الفرن على 180 زي ما قلنا، وشغالة من اول انا ما ابتديت، وبتختبريها تمام. شوفوا شكلها ازاي، تحفة. معلش هي لسه سخنة بس والدخان عامل جامد. اهو هنقطعها بقى مع بعض وناكلها. بصوا مرتفعة ازاي، والله العظيم طعمها حكاية. وقلب المطبخ الريحة بتاعتها، مش قلب المطبخ بس، قلب الشقة كلها. يا ريت ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. وبألف هنا.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.